السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين سلسله ادوات بري كلينيكال. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن اجهزه بري كلينيكال وشرحنا كل جهاز بالتفصيل، وعرفنا لو هتجيب الجهاز ده استعمال ازاي تعرف الجهاز ده كويس ولا لا. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ادوات. طبعا من اول ما دخلنا كليه طب اسنان واحنا بنشوف البوكس ده مع زمايلنا الاكبر مننا، وكلنا طبعا نفسنا نعرف البوكس ده ايه مكوناته وايه الادوات اللي هنستخدمها في المرحله دي. ما تقلقش، اقول لك كل حاجه النهارده. لو لسه اول مره تتابعني ما ننساش اللايك والسبسكرايب. انا دكتور علاء غزال، ورقه وقلم ويلا بينا اقول لك هنستخدم ايه في المرحله دي. قبل ما نتكلم على الادوات عايزين نعرف ايه هي مواد البري كلينيكال. عندنا هم 3 مواد، عندنا ماده فيكسد، ماده الاوبرتيف، ماده الريموفابل. خلينا نقول كلمه سريعه كده على كل ماده. عندنا ماده الفيكس هنفضل شغالين فيها طول السنه على 3 حاجات، يا اما اول ميتال زي كده، يا اما فول سيراميك زي كده، يا اما بي اف ام زي كده. تمام. عندنا ماده الاوبرتيف هناخد فيها الكلاسيفيكيشن بتاع الجي في بلاك بتاعت الكيرز، وهنبدا نعمل الكيرز دي، نعمل بريباريشن للسنه، نبدا اننا نشيل الكيرز ونعمل بريباريشن للسنه نجهزها ان هي تحط فيها حشوه. تمام. خلينا نبدا كده بالادوات المشتركه ما بينهم كده واحده واحده. اول حاجه معانا هو البوكس ده. البوكس يكون سايز 17، ده سايز مناسب جدا وهيكون الحجم بتاعه كويس جدا وهيلم كل الادوات معانا. ده شكل البوكس كده معانا من جوه، ده اللي هنحط فيه كل الادوات بتاعتنا. تمام. معانا بعد كده جهاز المايكرو موتور، شرحناه في الفيديو اللي قبل كده وشرحنا كل تفاصيله وكل حاجه عنه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. معانا بعد كده الكاست، والكاست ده بيكون منه نوعين، نوع البنا ونوع رمسيس، على حسب الجامعه بتاعتك هي اللي هتقول لك هتجيب بنا او رمسيس، لان هو في مسمار هنا كده فوق ومسمار من تحت، ده بيركب عندك مكان، ليه مكان عندك في الضم هيد في السكشن، فعلى حسب السكشن عندك في نوع الضم هيد بتاعه ايه اللي الجامعه هتطلب منك. تمام. وده بيكون السنان الموجوده دي كلها اسنان اكريل انت بتشتريها وبتركبها انت عشان تشتغل عليها. تمام. معانا بعد كده التويزر بيكون فيه منه نوعين، نوع بلوك ونوع من غير لوك زي ده كده، ده اللي من غير لوك، ده اللي هنحتاجه. معانا بعد كده البروب بيكون فيه منه ناحيه مدرجه بالشكل ده كده، والناحيه الثانيه بتكون عامله زي الهوك كده، بتكون شارب تيب. تمام. احنا محتاجين اللي هو نوع ناحيه مدرجه والناحيه الثانيه تكون شارب تيب زي كده، بلاش النوعين يكونوا الناحيتين يكونوا مدرجين. تمام. معانا بعد كده الميرور، دي بنستخدمها في شغل الاندايركت. تمام. معانا بعد كده الشيب سيرنج، دي بننظف بيها زي اير بامب كده، بننظف بيها الشغل بعد ما بنشتغل. او ان انت معانا بعد كده في اللابات بنجيب الاير ميتال دي بنركبها في اليونت معانا، بتعوض مكانها لو انت شغال في اللاب. تمام. معانا بعد كده اخر حاجه البيرز والستون، دي اهم حاجه معانا في سيكشن الاوبرتيف وسيكشن الفيكسد. معانا في سيكشن الفيكسد اسمها ستونز، واللي في سيكشن الاوبرتيف اسمها بيرز. خلينا نبدا اول حاجه كده بالستونز. الستونز دي عباره عن نوعين، نوع فينيشنج ونوع نون فينيشنج. نوع الفينيشنج ده اللي بتستخدمه في الاخر، بتلمع بيه وبتفنش بيه شغلك في الاخر. تمام. وده بيكون لونين، لون الاصفر ولون الابيض. احنا هنحتاج اللون الاصفر. دي هتحتاج منها كام نوع؟ هتحتاج منها ثلاثة ستونز فينيشنج. تمام. اول نوع اللي هو تيبرد ستون ويز راوند اند، هتلاقي الاختصار بتاعه تي ار 14، السايز بتاعه 14. وتيبرد ستون ويز فلات اند هتلاقي تي اف 14. والويل، دول 3 انواع كده زي ما احنا شايفين، 3 انواع الفينيشنج اللي انت هتحتاجهم. تمام. ندخل بعد كده على النون فينيشنج او الكاتنج اللي هنستخدمهم في الاول. واللون اللي بقول لك عليه ده اسمه الباركود. ده الباركود ده بيكون بيدل على مدى خشونه او نعومه الستونز ده. فاحنا قلنا في الفينيشنج احنا هنستخدم الباركود اللي هو الاصفر. في النون فينيشنج عندنا الوان كتير، عندنا الاسود، عندنا الازرق، عندنا الاخضر، عندنا الاحمر. احنا هنستخدم اللون الازرق. تمام. ونتاكد ان هو لو سبيد يكون في التب بتاعته كده، في الشانك بتاعه هنلاقي النوتش دي. تمام. في الفينيشنج هنحتاج اللون الازرق، هنستخدم اللون الازرق. هنحتاج منه كام واحد؟ هنحتاج منه كام ستون؟ هنحتاج منه 4. اول ستون معانا هو نفس الفينيشنج، تيبرد ستون ويز راوند اند مقاس 14، بس اللون الباركود بتاعه الازرق. تمام. هتلاقي الاختصار بتاعه تي ار 14، وتيبرد ستون ويز فلات اند تي اف 14، والويل 14. هنزود هنا بس واحده زياده اللي هي النيدل. يبقى كده احنا معانا 4 نون فينيشنج و3 فينيشنج. دي كده الستونز لو هتجيب منها نوع نضيف هو ستون واحد بس من كل نوع هيكفيك السنه كلها. ندخل بعد كده نتكلم عن البيرز اللي هنستخدمها في الاوبرتيف في البريباريشن بتاعه الجي في بلاك. هنحتاج من البيرز كل نوع هنحتاج منه مقاس صغير ومقاس وسط. عندنا اول نوع معانا هو الراوند. الراوند ده هنحتاج منه واحد مقاس سمول ومقاس ميديوم. تمام. واحد صغير وواحد وسط. معانا بعد كده تاني نوع وهو الانفيرتد كون، هنحتاج برضو مقاس صغير ومقاس وسط. بعد كده اخر حاجه اللي هو الفيشر، هنحتاج منه برضو مقاس صغير ومقاس وسط. يبقى كده 3 انواع، بكل نوع هنحتاج منه 2. تمام.
ندخل بعد كده على ادوات الريموفبل. اهم حاجه معانا هو الارتكيوليتور ده. الارتكيوليتور يعني خلينا في النوع اللي هو ده، النوع ده بيبقى صغير كده، اللايت بتاعه بيبقى صغير. في انواع ثانيه بتبقى كبيره، وفي انواع ثانيه بتبقى ادفانسد، وفيها حاجات كتير مش هتحتاج كل ده. في انواع كتير غاليه وملهاش لازمه، وفيها حاجات كتير انت مش هتستخدمها. فده النوع ده هو يعني اكتر حاجه هتساعدك في الشغل اصلا، يعني هو مريح جدا في شغله. واهم حاجه هتخلي بالك منه وانت بتشتريه. انت لو عايز تجيبه استعمال هو عادي برضه، انت هتجيبه استعمال مفيش مشكله، مش لازم تجيبه جديد عادي يعني. مع اي حد زميلك او حد من الدفعات الاكبر منك هتجيبه استعمال عادي، مش لازم تجيب الجديد خالص، هو مفيش فرق. بس اهم حاجه وانت بتشتريه تخلي بالك من المسمار ده بتاع الميد لاين اللي هتظبط عليه شغلك، اهم حاجه. لان وانت حتى وانت شغال في السكشن بيسالوك على المسمار ده، تمام. وحته الحديد دي اللي هي الصغيره دي كده، في مغناطيس هنا كده بيركب فيها، دي عشان تثبت لك الكاست وانت بتعمل له كاستنج بالجبس، تمام. فانت لو هتجيبه بس استعمال تخلي بالك من الحاجتين، المسمار ده وده. في حته حديده هنا كده بتبقى في النص، بيجي مع الجديد ملهاش لازمه، انت حتى لو جبتها ترميها مش هتستخدمها، تمام. فده كده شكل الارتكيوليتور معاك، ويخلينا في النوع ده هو افضل نوع يعني، تمام. معانا بعد كده الاكريستون، هو بيكون عباره عن علبه كده باودر وليكويد. ده الباودر بس، في علبه كمان صغيره كده بتبقى ليكويد معاه، الاثنين بيبقوا في نفس العلبه. ده اللي تعمل بيه الدنشر بيز وتشتغل بيه بعد كده، تمام. في بيكونوا علبه باودر وعلبه ليكويد. هتحتاج بعد كده كوبايه، كوبايه ازاز صغيره، ما تكونش كبيره، يعني حاجه كوبايه صغيره كده يكون القطر بتاعها متساوي، يعني من تحت زي من فوق، ما يكونش صغيره من تحت وضيقه من فوق او العكس، تكون قطرها متساوي، تمام. هتحتاج معاها بعد كده ادوات الكارفنج، الكارفر والنايف اللي كانوا معاك من سنه اولى، هم نفس الادوات هتستخدمهم معاك، تمام. معانا بعد كده الواكس شيت. الواكس ده تبدا انت كده تسيحه، بتطلع كده، بتشتري العلبه، او ممكن تشتري العلبه وتقسمها انت وصاحبك عادي، نص علبه بس هيكفيك. تاخد الشيت كده وتبدا تعمل بيه الدنشر بيز، تمام. هنستخدم معانا بعد كده التورش ده، هنحتاجه في التسخين اللي انا بنسيح بيه. ده التورش هنستخدمه في ماده الريموفبل. معانا بعد كده الرابر باول، دي هنحتاجها بعد كده في الكاستنج، ان انت هتعمل فيها الجبس، تبدا ان انت تقلب فيها الجبس وكده. وهتحتاج جبس من عند اي محل اللي هو بتاع الادوات ده، ادوات منزليه، حاجه مش خارج الدنتال ستور يعني، بتجيب منه شويه جبس، يعني شويه صغيرين كده ب 5 جنيه بيكفوك قوي يعني زي الفل. معانا بعد كده الفازلين او السيبريتنج ميديا، الاثنين عادي، الاثنين زي بعض مش هتفرق ده او ده. السيبريتنج ميديا بتجيب له البراش الصغيره دي، بتبدا تعمل بيها ابلكيشن، تمام. الجلاس سلاب ديت بتجيب منها اتنين جلاس سلاب، عشان بنبدا نحط الاثنين على بعض كده ونحط الماده ما بينهم، بحيث ان هي تطلع لنا نفس السيكنس يعني، تمام. يبقى الجلاس سلاب معانا 2. وفي الدنشر نفسه حاجه زي ده كده، بس ده بارشال دنشر. احنا بنجيبه الثاني كومبليت اي دنشر بس، اللي هو كله بس الفيولار ريدج، بتجيب منه 2، تمام. واحد ابر وواحد لور، اللي هو الجزء ده بس الفيولار ريدج لافف، تمام. اسمه كومبليت اي دنشر بس، تمام. معانا بعد كده بنجيب مع رابط باول البلاستيك سباتولا اللي هي الكبيره اللي بنبدا نقلب بيها، تمام. معانا بعد كده بنحتاج الشيت اسنان زي اللي احنا شايفينه ده كده. الشيت ده خلينا في مقاس 16، سايز 16، سايز مناسب جدا ليك وهيريحك في الشغل. في سايز 18 اكبر منه، 20 و22 وحاجات كده، بس هتلاقيها كبيره قوي ومش هتريحك في الشغل، تمام. محتاج بعد كده مقص، معانا مقص صغير وورقه فويل صغيره بس كده، ممكن تجيبها من المطبخ من عندك عادي مش مشكله. بنحتاج بس هي حته صغيره قوي يعني، تمام. معانا بعد كده الصلصال، بنحتاجه بس اننا بنثبت واحنا بنعمل كاستنج، بنحط حته صلصال صغيره هنا كده عشان تساعدنا اننا نثبت الابر الاول، تمام. هنشوف كل ده في الشغل العملي، بس هي حته صلصال صغيره كده بتكفيك يعني زي الفل. ومعانا بعد كده انبوبه سموه صغيره كده هنجيبها من المكتبه عشان نلزق بيها الفويل اللي احنا سارقينه من المطبخ، تمام. اخر حاجه معانا وهي البسبوسه نايف. ايوه بسبوسه نايف، عند محلات الناس اللي هم بتوع الدهان اللي هتجيب من عندهم الجبس، هتلاقي برضه عندهم هتجيب بسبوسه نايف وشويه جبس، حاجه كده بره اسنان خالص، بس بنستخدمها هنا، تمام. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ادوات بري كلينيكال سمستر 1. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه، وان شاء الله مكملين بعد كده ادوات سمستر 2، ومعاكم ان شاء الله فيديوهات العملي. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. سلام.